السلام عليكم، مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين. اش اخباركم؟ كلشي بخير، صحه لاباس. اليوم جبت لكم واحد الزيت واعر، واحد الزيت اللي ما جربو ما دار والو. وانا كيف عرفتوني حتى تنجرب الحاجه نعرف الفوائد ديالها، واش لايقه ولا ما لايقه، عاد تنجيبها لكم. هاد الزيت غزال، واعر للشعر، اللي شعرها ناشف، اللي شعرها فيه القشرة، اللي شعرها ما تيطوالش، اللي شعرها تيتقطع، اللي هكا عندها دوك الخويات في شعرها. المهم كاع تيعالج كاع الامراض وكاع الحاجات الخايبين اللي تيوقعوا للشعر، اللي تتقول ما كاينش العلاج ديالهم. هذا الزيت راه افيكاس، وراه تجربته وجربوه الناس اللي تنعرف واللي قراب ليا. عاد درت هاد لا فيديو، عاد بديت تنبيعو، وراه رجع، راه كاين. راه كان واحد الوقيته بعت منه، ما طيتش لقيتو، بعت منه كتير، ودابا راه عندي اللي بغاتو مرحبا و6000 مرحبا. راه عندي واحد ستوك، وراه ما غاليش بزاف، راه غير 50 درهم. وراه ممكن هاد الزيت هذا تخلطوه مع زيت اخر بحال زيت العود ولا زيت اللوز ولا شي حاجه، راه تيجي غزال. وممكن ديريه في الشامبوان ديالك وتوصلي، ولا في المولين في داك ديميلور وتوصلي به شعرك في الاخر. واللي بغات شعرها يطوال ويولي قوي ويولي ما يبقاش تيطيح لها، تعود ديروا واحد الاسبوع حتى 10 ايام يوميا، تعود دير غير شويه دهن شعرها هكا من الجدر ديالو بدوك لي غاسين، والشعره كلها هو هكا تفرق شعرها بمشطه على 4، وتبدا تدير هكا، ولا تشد طرف القطن، ولا هي بصبعها، ولا بشي فرشات داك بغوصادون، ولا ديك الفرشات ديك الشيته باش تنصبغوا شعرنا ودير. المهم تقدي باي حاجه. انا دائما تنقولها لكم، تنقول لكم قديو بالحاجه السهله، الحاجه الرخيصه، الحاجه اللي تلقاو حداكم، بلا ما تبقاو تتقلبوا على شي حاجه صعيبه، ولا تقلبوا تقولوا ما عنديش هادي ما نديرش هادي ولا هذا. قديو باي حاجه، المهم دائما الحاجه السهله. والشعار ديالي دائما سهلوا على راسكم، ديروا قديو بالسهل. الله يسهلها علينا وعليكم، والله يسهلها عليكم في الدنيا واخره ان شاء الله باذن الله. وما باش ما تفوتنيش هذه الفرصه هذه. الله يخرج لنا هذه السنه 2022 بالصحه والسلامه، والله يدخل لنا 2023 باش ما تمنينا بطول العمر بالرزق بالصحه والسلامه، النجاح الوليدات. اللي مريض الله يشافيه، اللي ما نسوش الاموات ديالنا اللي ميتين الله يرحمهم، اللي حيين الله يرحمهم في الدنيا قبل من الاخره. اللي عنده والدين الله يخليهم ليه يتهلا فيهم. راه الوالدين هما كل شيء، هما الفيزا. راه الوالدين هما المتعه، هما السخونيه ديال الظهر. ما حد الانسان عنده والديه يتهلا فيهم، وتلا شوف باي حاجه باي طريقه يتهلا فيهم، بكلمه زوينه، يمشي عندهم يزورهم، يعرض عليهم يجيو عنده يخرجوا هو وياهم. لان ملي تيمشيو مساكن راه ما تيبقى عندك لا صديق لا حنين لا حتى شي حد. كلشي تيولي مشغول، تولي الدنيا شاغله البشر وشاغله الله. والديك هما اللي تيحنوا فيك، وما تفلتوش الفرص هذه. المهم انا غير جاني هذا الشيء وقلتو انا والديا ميتين الله يرحمهم. الوالد ديالي راه 20 عام هادي باش مات الله يرحمه. الوالده ديالي تقريبا راه 15 عام، بيناتهم 5 سنين. الله يرحمهم ويجعلهم من اصحاب الجنه، ويرحم والديكم ويرحم الاهل ديالكم ويرحم الاهل ديالي، خوالي، خالاتي، عمامي، عماتي، جدودي، جدواتي، كلشي الله يرحمه. والله يرحم، والله يرحمنا وحنا حيين. انتما هاد الزيت هذا راه غزال 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 زوين، جربوه، وراه ما غاليش. وراه عندي انا اللي بغاتو راه تنبيعو غير ب50 درهم، راه تنبيعو بثمن بسيط، ثمن رخيص، باش كل شيء يستافد وكل شيء يشري هاد الزيت. وراه ممكن تغسلي شعرك وديري الشامبوان، ديري الديميلور ديالك وتدهني شويه شعرك، ما حدو شويه يكون فازك، دهنيه وتخليه فيه. راه تيعطي نتيجه هائله، راه تعطي نتيجه في 10 ايام 15 يوم حتى لشهر، على حسب، حيت كل حاجه على حسب. بحال اي دواء ولا اي علاج راه على حسب لا بيرسون، ولا حسب شعرها، على حسب كل واحد كيفاش. المهم شهر تيعطي نتيجه هائله.
كما قلت لكم مرحبا، اللي بغاتو مرحبا اتصل بيا في الواتساب راه نجيبو ليها ولا نصيفطو لها. المهم راه كاينين الطرق كيفاش غادي نتواصلوا. وما تنسونيش بارطاج واللايكات وتعاليق زوينه بحالكم، والله يسهل عليا وعليكم وعلى جميع المسلمين.